أهلا بيكم في قناتي شيك كرتون. ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس. تصطبحي على الصبح يا ولية واقفلي الشباك، الجو برد. اجري يا ولا ابوك صحي. قولوا لعين الشمس ما تحماشي، ده النور قاطع ولسه ما جاشي. يوه مالك يا ولا بتكلم نفسك ولا ايه؟ سمعتني ازاي يا ماما؟ من ساعة ما الكهرباء قطعت والدنيا اسكت هس يا ولا تلفزيون ولا نت، يعني اي حد يتكلم نسمعه على طول. عندك حق يا ماما، ده انا سمعت جارنا من شوية بيطلق مراته. هو انت بس اللي سمعت؟ ده الشارع كله سمع. الناس قاعدة فاضية بقى، مش وراها حاجة تعملها. وهو طلقها ليه يا ماما؟ خلاص يا بازوكا ما تفكرنيش، ده الواحد من ساعتها زعلان قوي. وانا كمان يا ماما زعلان. فقال لها انت طالق يا بومة يا بومة. ما هي غلطانة صحيح يا ابني. طب ما تحكي لي يا ماما عشان اتعلم من اخطاء غيري. انا هعرف منين يا ابني؟ ما انا سمعت اللي انت سمعته. انا قاعد زهقان وحران. مادام قلت ان هي غلطانة يبقى عرفت الحكاية كلها من جيراننا يا ماما. ما هو جارتنا ام عفاف قالت لي ما تحكيش لحد، عايز نفتن السر. عندك حق يا ماما، ما ينفعش تفتني السر، بس لو حكيتي لي ممكن الاقي فكرة ارجعهم لبعض. انت عارفة ابنك عبقري. عارفاك يا ولا طلع عبقري ليا. انا هحكي لك يا ولا، يمكن تبقى سبب الراجل يرجع مراته. اتفضلي احكي المشكلة. اللي حصل يا ابني ان الكهرباء ما قطعتش في بيتهم. سبحان الله، دي قطعة في البلد كلها. هو اللي حصل يا ابني ما كانتش قطعة عنده. وبعدين يا ماما جت حماته تزوره في البيت، طبعا لقيت فيه كهرباء. الولية ولا سكتت ولا هديت، قالت بصعبانية كده والنبي يا جوز بنتي كلم شركة الكهرباء يمكن يجيبوا لنا الكهرباء عندنا في البيت. وبعدين يا ماما قام الحماس واخده ومكلم شركة الكهرباء، قال لهم رجعوا النور. قالوا له ازاي يا فندم دي الكهرباء قطعة في البلد كلها؟ قال لهم ازاي دي موجودة عندي. الكهرباء جت يا ماما. يا ريت يا ولا، دول قطعوا الكهرباء عليه. عشان كده كان بيقول لها يا بومة يا بومة. يا ابني ما هو جعلها السبب وطردها هي وامها. ماشي يا ماما، هفكر في فكرة ازاي يرجعوا لبعض. يا رب يا ابني ربنا يهدي سره. انا هقوم اخد دش يا ماما، اصل انا حران قوي. دش يا عين امك، ده المية قطع. المية كمان قطعة ليه يا ماما؟ مية بتطلع بالموتور ومفيش كهرباء. مأساتي غيرت حياتي. شوية يا ابني والنور يجي، طول بالك بس. قوم يلا اقعد مع ابوك شوية، اصل حالته صعبة قوي من وقت ما النور قطع. ماله هو كمان يا ماما؟ بيكلم المروحة. ايه يا ست وانا ايه يا ست وانا كل شوية تفصلي ليه؟ ده انا دافع فيكي دم قلبي. الحق يا ماما، ده بيكلم المروحة بجد. على الحال ده يا ابني كل ما الكهرباء تقطع يقف يكلمها ويغني لها. بعدين يا ماما، وبعدين يا ولا بعد شوية النور بيجي بيرجع لحالته الطبيعية تاني. تلاقيه زعلان اصل المروحة لسه جديدة. النبي فرحانة اهو يلاقي حاجة يكلمها احسن ما يطلع همه فيا. مالك يا ولية ما تتمس ولا تصطبحي؟ بتضحكي على ايه؟ يعني حرام اضحك؟ ايه الهم ده يا ولاد؟ يا ماما طولي بالك، بابا متعصب دلوقتي. يعني هيعمل ايه يعني؟ ممكن يعمل زي جارنا ويقوم مطلقك يا ماما. يطلقني؟ عندك حق يا ولا، انا هسحب ناعم معاه. شكلنا هنعمل خناقة كبيرة لحد ما الكهرباء تيجي. خناقة ايه كفالة الشر؟ ده انا هعمل لك كوباية شاي تروق مزاجك. وهتجيبي لي بقسماط؟ امال ايه؟ ده انت الخير والبركة اللي انت عايزه. أصيلة يا ام العيال، طول عمرك كلامك حلو. هو في احلى منك؟ تعالى نقعد قدام الشباك يدخل لنا شوية هوا حلو. عندك حق، اهو لحد ما النور يجي. روح اسبقوني لحد ما اعمل لكم الشاي. حاضر يا ام العيال. يا سلام على نسمة الهوا الحلوة دي. اصل الشباك ده بحري. شفت الهدوم على الحبل كتيرة ازاي؟ شفتها يا بابا. امال كل شوية تقولوا عايزين هدوم ليه؟ طول بالك يا بابا، خلاص مش هنقول تاني. حبيبي يا بازوك، انت الوحيد اللي بتسمع كلامي يا ابني. السلام على الحمام اللي رايح جاي ده، ما تيجي ناخده ونذبحه يا ولا؟ حرام يا بابا، ده مش بتاعنا.
الله عليك يا ابني، انا كنت بختبرك اشوفك هتعمل ايه. بارك الله فيك. خدها نصيحة من ابوك يا ابني، اوعى تاخد حاجة مش بتاعتك يا بازوك. اوعى تاخد حاجة مش بتاعتك يا بازوك، يا بازوك. الرعب ده؟ حاضر يا بابا. اتفضل الشاي يا غالي. تسلم ايدك. فين البقسماط يا ولية؟ خلص. خلص ولا خلصت عليه؟ ده اللي هو انا برضه. وشك ده بيقول عايزة خناقة. النار جه، النار جه. يا حلولي افرحي يا ام العيال. هدفنا نرسم البسمة على وشكم. مع السلامة واستنونا في الحلقة الجديدة.